سلام البنات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ مزيان يا رب تكونوا في تمام الصحة والعافية وفي أحسن الأحوال يا ربي. جبت لكم اليوم واحد الدجاجة معمرة بالشعرية ديال الشينوا، هكا مع خضيرة في جنيبها ديال البطاطا وخيزم. كتجي رائعة وقمة في الروعة وبخطوات جد سهلة. كنتمنى تعجبكم وبقاو معايا البنات باش تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير، راه بسيطة بزاف في المتناول. كما كتشوفوا كناخذ انا واحد الدجاجه هنايا ديال واحد 2 كيلو ونص، يعني كل واحد ياخذ على حساب الجهد ديالو. خديت واحد 2 باكيات ديال الشعريه ديال الشينوا ديال الروز، يعني الروز كتجي احسن واضمن. خديت هنا واحد شويه ديال القزبور والملحه ودقيتهم مع الثومه. الزيتون هكا مقطع، كاس ديال الزيت العاديه والروميه خلطتهم بجوج. بالنسبه للتوابل اختاريت البزار والسكينجبير والخرقوم والفلفله حاره وفلفله حلوه. كناخذ هنا الزيت، كنضيف عليه داك القزبور مع الثومه والملحه. كنزيد عليه دوك التوابل ديالي، الخرقوم والفلفله حاره الفلفله حلوه البزار والسكينجبير. كندمجهم هكا مع بعضياتهم حتى كيندمجوا مزيان مزيان. هكذا كنكونوا حصلنا على واحد التوابل مجانسه. كنقبط انا الدجاجه ديالي كنشرملها، يعني انا في الاول اختاريت هكا نديرها بهاد الطريقه هذه، ولكن ما نفعش اليد. احسن حاجه درت ليها الماساج يكون زوين هكا وتدخلي في جميع الاطراف ديالها وتحت الجلد، يعني شبعيها مزيان شرموله، الدخول فيها مزيان شرموله كما هو موضح. ومن الاحسن تكو داك الصدر بشي سكين هكا يديروا فيه شي فراغات باش ديك الشرموله كتدخل يعني الاعماق ديال الدجاجه، وهكا كتجي بنينه بزاف. وخليو هكا واحد 3 سوايع ولا ليله كامله. من الاحسن خليوها ليله كامله في ديك الشرموله تبات باش كتدخل ديك المكونات كامله فيها، وكتجي بنينه بنينه بزاف. صافي انا هنا كنخليها ترتاح وكندوز نصاوب الشعريه ديال الشينوا. قبضت هنا الشعريه، زدت عليها الماء الطايب كما هو موضح في الصوره. عموما هي كتجلس واحد 5 دقائق 6 دقائق في الماء سخون، صافي كتكون واجده. كتقطع بالمقص يعني رقيقه باش كتجي في الحشوه. هكا كنهبط ديك الشعريه ديالي في الماء باش تجي الماء كله واصلها. صافي نخليها 5 دقائق ونرجع لكم. كنزيد انا على ديك التوابل ديالي، زدت عليهم زيتون مقطع، كنخلطو هكا. كنزيد عليه هذيك الشعريه الشينوا اللي صفيتها وقطعتها. انا نسيت واحد البصله حكيتها من بعد. هكذايا خلط بعدا كاين المكونات كاملين
حيت سخونة بزاف، يعني بشوية بشوية باش ما تحرقوش يديكم. زدت أنا ديك البصلة اللي قلت لكم راني نسيت. صافي هكا كندخلها مزيان مزيان مع دوك المكونات. إلا عندكم هكا كبدة حتى هي زيدوها، يعني بزاف ديال القنصة حتى هي كتجي زوينة. من بعد أنا ما خليت الدجاجة ديالي ترتاح واحد 3 السوايع، كنعمر القلب ديالها هكا شوية، كنحاول ندفعها حتى لداخل ديك الحشوة هكذا مزيان. والأطراف ديالها الدخلانيين شد الفخيضات. صافي هكا كنشدها بالكيردون وكندخلها كخضرة للفران، يعني كنحطها بابي ألمنيوم كما هو موضح، وكندهنها بشوية ديال الزبدة وكندخلها للفران. البنات لو وصلتوا معايا حتى لهنا الفيديو ما تنساوش البنات لايك الفيديو واشتراك القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم مني دائما كل ما هو جديد. قناة عالم حنان. ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم اللي كتسعدني وكتفرح لي قلبي وكتعطيني واحد القوة باش نكمل معاكم. هكذا كنسدوي على ديك الدجاجة مزيان. صافي والشعريه ديال الشنوه اللي بقات ليا انا رديتها تفور على ما طيب ليا الدجاجه ان شاء الله، ونوريكم الطريقه ديال الطبق النهائي كيفاش كيجي. ها هو البنات الطبق كي كيجي، يعني بعد ما خرج من الفران الدجاجه كتخرج هكا محمره، يعني بديك الزبيده اللي درت لها. صافي رافقتها مع الخيزو هكا مشرمل وبطيطه مشرمله، وديك الشعريه اللي قلت لكم انا فورتها حطيتها في الجناب. كنتمنى الوصفه تنفعكم وتنال رضاكم.